أولى إعدادي ركز أوي. عددين موجبين A و B إذا زاد A بمقدار B، هنا B كده أهي بمقدار B، فإن حاصل ضربهما يزيد بمقدار 9. اوجد B. طيب أول حاجة هو قايل لي عدد الموجبين A و B، قايل لك إذا زاد A بمقدار B إيه اللي هيحصل؟ فإن حاصل الضرب هيتغير. طيب نبدأ بقى ننفذ الكلام. هو قايل هنا إذا زادت A بمقدار B، يبقى على طول هنا كده A زائد B. طب لو A زادت بمقدار B إيه اللي هيحصل؟ حاصل ضربهما، يعني حاصل ضرب العدد الجديد ده في العدد التاني، وهنا اتكلم عن A يبقى ناقص B. حاصل ضرب العدد الجديد في B يزيد عن حاصل الضرب الأصلي اللي هو A في B بمقدار 9. طب تعالى نستخدم بقى خاصية توزيع B في B و A في B. B في B B أس 2، B في A ب AB ناقص هنا AB، كل الكلام ده بيساوي 9. AB يروح مع AB هيبقى عندي B تربيع بتساوي 9، يبقى B بتساوي هنا المفروض موجب أو سالب جذر 3، بس احنا هنكتب 3 بس. ليه؟ لأن هو قال لي هنا عددين موجبين، يبقى الناتج إن B تساوي 3.